بص كويس يا كل أب وأم قبل ما تكمل. اللحظة اللي أنا هقولك عليها دلوقتي دي مش هتتكرر، والإيد الصغيرة اللي ماسكة فيك دلوقتي هي نفس الإيد اللي ممكن تسيبك وتمشي في أي لحظة. ناموا مع ولادكم واحضنوهم كويس جدا كأن مفيش بكرة. قربوهم من صدوركم وخلوا دفء حضنكم هو الأمان الوحيد ليهم في الليل. ما تستسهلوش اللحظة، ما تقولوش بعدين، لأن البعدين ده بيعدي أسرع مما تتخيل. احضنوا أرواحهم الصغيرة قبل ما تكبر فجأة، بس من غير ما تاخدوا بالكم أصلا، لأن هيجي يوم مش هتلاقي الإيدين الصغيرة دي بتشد فيك قبل النوم، ولا الصوت اللي كان بيناديك علشان هو خايف. هيكبروا أولادكم وتطلع ضحكتهم من البيت وتسيب مكانها هدوء، بس الهدوء اللي هتسيبه هدوء يوجع القلب. حبهم دلوقتي، لازم تحب ابنك دلوقتي لأن الوقت ده مش هيتعوض تاني. كأن الدنيا واقفة هنا بالظبط، لأن لما ابنك يكبر أو بنتك تكبر انتوا مش هتفضلوا زي زمان، ولا هم هيفضلوا ولادكم الصغيرين. الأحضان يا جماعة اللي بتكسلوا عنها النهاردة هتبقى بالنسبة لكم حلم، بس حلم تتمنوه تعيشوه دقيقة واحدة، وهتفتكروا ازاي كانوا ما بيناموش غير جنبكم، وازاي كانوا يخافوا من ضلمة الأوضة، وازاي بوسة منك كأب أو أم ليهم كانت كفيلة تمسح أي وجع. وصدقني هيجي وقت تفتحوا باب أوضتهم وما تلاقوش حد، هتدوروا عليهم وتلاقوا بس حاجة واحدة: سرير مترتب وذكريات بتوجع. يا كل أب وأم، علشان كده ما تأجلوش أي حنان لأولادكم، ولا تبخلوا عليهم بحضن، ولا تسيبوا لحظة حب تعدي كده فجأة. صدقني اللحظة اللي هتعدي مش هترجع تاني من غير ما تعيشوها بكل قلبكم. أي لحظة حب وحنان لأولادكم. احضنوا أولادكم دلوقتي قبل ما يكبروا ويبقى الحضن مجرد ذكرى ليكم.